شو بدك حبيبي؟ أنا الدكتورة. بدي إياكي ترجعيني لأن أمي وأخواتي جننوني وهنن يبوسوني من خدودي. شو بتقول ماما وهي عم تصلي؟ بتقول الله أكبر بصوت عالي، وقت تخلص بتقلي شلون ما فهمت علي وبتعصب. شو بدك توجه رسالة لخالتك؟ خالتي لا عاد تتصلين بماما لأن تضلوا تطقوا حنك يوم كامل وأنا وأخواتي جوعانين. شو كنت تحسوا أنت ببطن الماما؟ الله يسامحك يا ماما، كانت عطول تأكل حار وأنا كنت أحترق. شو ليش مبسوط حبيبي؟ والله الوضع تمام، البنات عم يبوسوني ويحضنوني، بدي ضل صغير ما بدي أكبر. يا عمري ليش أنت عم تغسلي؟ ماما عطول عالتك ومع خالتي عم تحكي على العالم، مو فاضية لشغل البيت. ليش أنت عم تطبخ حبيبي؟ لأنه ماما بس شاطرة تحكي على العالم، هي وخالتي مو فاضية تساوي لي أكل. شو عم تعمل يا حبيبي؟ قلت لماما بدي آيفون، قالت لي روح بلط البحر. شو بتشتغل يا حلو؟ ببكي وبنام وبنزع حياة إخواتي وماما وبفيقن بنص الليل. يا حبيبي هلأ ولدت لسه، وين رايح؟ يا خالته أنا أصغر واحد بالبيت، لازم أشتغل وأجيب غراض للبيت. حبيبي شو هاللبس هاد؟ أنا بحب مسلسل الحبار وبدي روح أشتغل معهم، ديروا بالكم مني. شو مطلبك حبيبتي؟ بدي يقطعوا الإنترنت عن ماما وأختي، كل شوي يصوروني ستوري مفكرين شي منتج. يا حبيبي بعدك صغير على الشغل. لازم ساعد بابا وماما، الحياة صعبة وكل شي غالي والله. شو مطلبكن يا حبيبي؟ مطلبنا يقطعوا الإنترنت عن ماما، بتصورنا ستوري كل دقيقة ونحن ما بدنا. شو بتعمل بهالعمر يا حبيبي؟ عم اشتغل بدي أمن مستقبلي، لأن بابا شغلته فاضية وبس شاطر يمدح بتاريخه. بعدين يا حبيبي وين مسافر؟ أنا رايح عبلاد تقدرني وتعرف قيمتي وأسس مستقبلي بعيد عن عيون العالم. إذا صرت رئيس شو رح تعمل؟ بدي وزع حفاضات وحليب وألعاب كل يوم للأطفال مجانا. يا حضرة الضابط شو الاستراتيجية اليوم؟ عم نستخدم الحفاضات قنابل مسيلة للدموع ونخنقهم بالريحة. نورت الدنيا يا حبيبي. يا خالته رجعيني، سمعت إنه بابا ما معه مصاري، شلون بدنا نعيش؟ شو أكتر شي بضحكك حبيبي؟ وقت ماما تصرخ على بابا وهو يقول لها حاضر يا عمري لا تعصبي. شو أعمل لك كاسة حليب يا أزعار؟ لا يا بابا شو حليب، صرت كبير على هالشغلات، ساوي لنا كاسة متة. حبيبي ليش زعلان؟ زعلان من بابا، كل شوي بقول لي أنت أحلى حيوان منه جبته بحياتي. يا حبيبي ليش لهلأ ما نمت؟ بابا خنقني بريحة الضرات والفسا، شلون بدي نام؟ عجبتك الحياة حبيبي؟ الحياة عجبتني بس الناس ما عجبوني، كل واحد معرس أكتر من الثاني. شو ليش مبسوط حبيبي؟ بابا غمز ماما وفاتوا على الغرفة وقفلوا الباب، رح يصير عندي أخ. من شو وين رايح يا حبيبي؟ عندي موعد مع حبيبة القلب، ما بدي أتأخر عليها. يلا سلام. شو وين رايح يا حبيبي؟ عندي موعد مع الطيرة، ما بدي أتأخر عليها وأسمع نكد. يلا باي. شو رأيك بمشاهير التيك توك حبيبي؟ والله يا خالته ما بهمني، أنا يلي بهمني أكل وأشرب وأخرى. لوين رايح؟ ليش مستعجل؟ الصراحة أنا يأست من وضع البلد ورايح حج على أوروبا وريح راسي. حبيبي وقت تكبر مين بدك تتزوج؟ بدي أتزوج راما لأن عندها مصاري كتير وبيوت وسيارات. مين أفضل مطرب بالوقت الحالي؟ كلياتهم أضرب من بعض ولحد عليه القيمة يغنوا بالتواليت أحسن. يا حبيبتي مع من تشتغلي وكم تعطيكي؟ أشتغل مع أم خالد أم راس مربع وتعطيني حفاضة وكاسة حليب باليوم. شو بدك تصير بس تكبر حبيبي؟ بدي أصير رجال مثل بابا، نظف وأغسل وأطبخ وشو ما تقلي مرتي إلها حاضر. شبك ليش ساكت يا حبيبي؟ والله يا خالته خريت تحتي شي 50 مرة اليوم وخايف من ماما. أهلا وسهلا فيك بسوريا حبيبي. لا مشان الله رجعوني، ما بدي، مو ناقصني هم وعذاب. شو شايفتك مروق؟ اي طبعا، آكل شارب نايم خريان وشو بدي بيجي لعندي. شو بدك تصير بس تكبر حبيبي؟ بدي أصير رجال البيت مثل ماما وست البيت مثل بابا. شو ناوي تساوي اليوم يا عكروت؟ اليوم بنص الليل بدي أصرخ وأبكي وفيق البيت كله بعدين أنا نام. ليش تبكي يا حبيبي؟
أنا ما عم أبكي، عن جد هالتمثيل على ماما مشان تعطيني التليفون. شو عم تغني يا حبيبي؟ رميتني من حصاني ويا ماما أنا خيال. خابو. بس شو بتعمل يا حبيبي؟ قلت لأخي الكبير أعطيني جوالك بدي ألعب، قال لي روح بلط البحر. شو بتقول لجيل التسعينات حبيبي؟ الله يكون بعونكم، حتى أنا رح أتزوج قبلكم. كم بيعطوك راتب حبيبي؟ بشتغل عند أبو خالد أبو راس مربع، بيعطيني حفاضة واحدة باليوم بس. لوين رايح يا حبيبي؟ رايح أشتغل، الوضع صعب والحفاضات والحليب غاليين كتير. شو بتعمل يا حبيبي؟ والله يا خالته بدنا نشتغل، لقمة الحلال صعبة بهذا الزمن. شو عم تعمل يا حبيبي؟ ماما قلعت بابا من البيت لأن ما نظف، أنا عم أغسل مشان ما تقلعني كمان. شبك حبيبي ليش معصب؟ يا خالته كتير شوب، آسف على الكلمة بس العرق صار يزرب من طيبة قلبي. شو الشي اللي بضحكك بالبيت؟ ماما بتقول أنا رح أترك البيت وأطفش، بعدين بترجع بتساوي لنا أكل. شو رأيك بالرجال حبيبي؟ قلب البنت مثل المشمش بيسع بزرة واحدة، بس أما الرجال مثل البطيخ وفهمك كفاية. شو بدك توجه رسالة حبيبي؟ بدي أقول لخالي يلي بأوروبا إذا ما بعت لي آيفون رح أقول لماما كيف أخذت حقها من الورثة. شو كلمة ماما الشهيرة حبيبي؟ ما فيكن خير، أنا لو مربية كلاب كان أحسن. وأنا بضحك على طول. شو في حبيبي ليش مستعجل؟ لازم لحق بابا قبل ما عمي يضحك وينصب عليه. حبيبي ليش تشتغل بهالعمر؟ بالعكس يا خالته، حتى تشتري بيت بسوريا لازم تشتغل 200 سنة. شبك حبيبي ليش زعلان؟ ماما بتقلي لا تلعب بالجوال وهي 24 ساعة على التيك توك، شو هالتناقض؟ شلون بتتضايق الماما يا عكروت؟ وقت تغيير لي الحفاضة برجع بعملها مرة تانية. كيف الوضع معك حبيبي؟ الوضع صعب، الجو شب وكل شي غالي وعلي ديون وما في شغل. شو أطيب أكل بتساويه ماما؟ ماما أفضل طباخة بالعالم، الكبسة والمحاشي وكل شي طيب من تحت إيدها. يا حبيبي شو عم تعمل؟ لسعتك صغير. يا خالته بدي أسبح، والله شوب كتير بالبيت، بدي نام بالبحر اليوم. أنا اليوم حبيبي مع من تشتغل وكم يعطيك؟ أشتغل مع أبو نبال أبو راس مربع، ويعطيني حفاضة وكاسة حليب باليوم. ليش بتزعجنا على طول؟ أنا عم أستخدم أسلوب إذا ما قدرت أسعاد نفسك انزع مزاج الآخرين. شو رأيك بالأقارب حبيبي؟ الأقارب عقارب، ما بيجي منهم إلا خربان البيت، أنا شخصيا ما بحبهم. حكي لنا نكتة يا أزعار. وحدة راح تغير اسمها من صباح لضحى، قل الموظف ما في داعي كلها نص ساعة. حبيبي أبوك عنده مصاري؟ أي عنده كتير مصاري وبيكذب على ماما مشان ما تخلص له، يا هلا بده يتزوج عليها. شو حبيبي مبسوط؟ والله يا خالته مبسوط كتير، اجاني كل هالمصاري ضمنت مستقبلي من هلا. بتحب الماما يا حبيبي؟ أكيد بحبها، ماما تاج راسي وعيوني وقلبي، أنا بدونها ولا شي. شو بدك تقول مستر بيبي؟ قمة الصبر هو صبر الأرض على بعض البشر. مين تحب أكتر ماما ولا بابا؟ والله أنا بحب يلي بيعطيني مصاري، معك قرش بتسوى قرش. شو مطلبكن يا حبيبي؟ مطلبنا ينزلوا سعر الحفاضات والحليب، بابا ما عم يلحق مصروف. ليش مزعوج حبيبي؟ لسه أول ما أجيت على الدنيا الدكتور ضربني عطيزي، أكلنا أكلة من أولها. شو أكتر شي بخليك فرحان؟ وقت ماما تنظف البيت وبعدين أنا أرجع أخربه. ليش مزعوجة حبيبتي؟ مزعوجة من ماما، لازم يقطعوا الإنترنت عنا، كل شوي بتصورني ستوري وأنا ما بدي. شبك حبيبي ليش ما عم تنام؟ بابا وماما خنقوني بريحة الفسا والضرات، مو قادر نام من الريحة. شو مشكلتك حبيبي؟ ماما عم ترضع بنات الحارة، وبكرة بس أكبر ما رح أقدر أتزوجهم. شو مبسوط حبيبي؟ الوضع فول أوبشن، بشرب حليب وبخرة وبضرات وما حد بيسترجي حاكيني. شي عم تشرب حليب من ماما حبيبي؟ ماما ما عم تخليني أشرب، بس أنا عم استناها حتى تنام وأشرب مثل الحرامية. يا حبيبي المصاري وسخ الدنيا. يلي بقولوا عن المصاري وسخ هن الوسخ، أنا بحب المصاري كتير.
وين رايح يا حبيبي؟ أنا انولدت وسط مجتمع منافق رايح على أوروبا قبل ما يفوت الأوان. أتزل. شو نصيحتك للنجاح مستر بيبي؟ لا تحكي عن مشاريعك لحدا لأن ما حدا بيتمنى لك الخير وخليك رجال. ليش عم تنظف انت حبيبي؟ لأن ماما عم تحكي على العالم مع جارتنا ما لا فاضية لشغل البيت. انت شو بتعمل يا حبيبي بهالعمر؟ والله يا خالته بابا قال لي ما بترجع على البيت لتجيب حق الحفاضات والشغل مو عيب. حبيبي ليش زعلان؟ ماما ما عم تعطيني حليب وبابا أخذ الببرونة مني. ما حدا بحبني بهالبيت. وين رايح يا حبيبي؟ قررت عيش لحالي وأترك أهلي. خالتي قالت عني مو حلو. ليش فرحان حبيبي؟ ماما أجاها هدايا كتير بسببي. عم استنى حصتي بس يروحوا الضيوف. لك شو بتعمل بهالعمر يا حبيبي؟ بدي اشتغل وساعد بابا، المصروف كتير غالي وما عم نلحق. مين يلي بتمشي كلمته بالبيت؟ أكيد ماما لأن بابا عطول حاضر. يا عمري أمرك يا حياتي. شو بدك تصير بس تكبر حبيبي؟ بدي صير خروف مثل بابا لأن ماما عطول بتقول له وينك يا خروف. شو بدك حبيبي؟ بدي يقطعوا الانترنت عن ماما، كل دقيقة تصورني وتحطها ستوري ومفكرتني منتج إعلاني. لك لوين رايح يا حبيبي؟ لازم اشتغل، سعر الحفاضات غالي كتير. ليش مبسوط يا حبيبي؟ بابا عم ينام بالتواليت وأخذ راحتي لحالي أنا وماما. شو بتعطينا نصيحة يا حلو؟ تجاهل الحمير بتعيش أمير ولطيزك شو ما يصير. ايمتى رح تتزوج يا حلو؟ يعني بعد سنتين تقريبا. بس اكيد قبل جيل التسعينات. أكتر أكل بتعرف تطبخه ماما؟ ما بتعرف تطبخ الله يهديها عطول، بتفتح على قنوات الطبخ وبتعمل. مين بيطبخ ويجلي بالبيت؟ بابا هو يلي يطبخ ويجلي وينظف ويغير لي الحفاضة كمان. ليش معصب حبيبي؟ خوالي وعمامي تركونا بحالنا، خلونا نعرف نعيش أو رح أفشي كل أسرارك وخليها تخرب. لك وين رايح بهالعمر؟ رايح أخطب حبيبتي وبعد كم سنة نتزوج. ليش متضايق حبيبي؟ أنا الصبح ما بحكي إذا ما شربت فنجان قهوة واليوم ما شربت. المصاري وسخ الدنيا يا حبيبي. فشرت يا خالته أنت الوسخ وأنا بحب أتوسخ معلش. لك وين رايح بهالعمر؟ ده خلي بالبيت بدي روح شم هوا ولاقيلي شي شغلة اشتغلها. دي بدل. من هو أعظم شخص بالعالم حبيبي؟ سيدي محمد صلى الله عليه وسلم هو ياقوت والناس كالحجر. مين أكتر حدا بتحبه يا حبيبي؟ أكتر حدا بحبه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه علمنا المحبة والرحمة. أستاذ شو بتعمل هون حبيبي؟ والله جيت على الجامع صلي ركعتين وأدعي لأخواتنا بفلسطين الله يكون معهم. شو بدك تقول للمتابعين حبيبي؟ أكثروا من الصلاة على النبي وتابعوا الحساب فضلا وليس أمرا.